المكون الأساسي هتشوفوه دلوقتي، والنتيجة اللي في الآخر هي اللي هتخليكم تعملوه على طول في الصيف. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل ان شاء الله ليمونة على الطريقة البرازيلية. أول حاجة هنعمل لبن مكثف محلى. هنجيب كوباية من اللبن البودرة، وكوباية من السكر الأبيض الناعم جدا أو السكر البودرة، ورشة من الفانيليا، ومعلقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، ورشة صغيرة جدا من الملح. بعد كده هنضرب كل المكونات ديت مع بعض في الكبة. هنحط لها مية مغلية حوالي من تلت كوباية لنص كوباية، لغاية ما يبقى معانا سايل، ولا سايل قوي ولا تخين قوي، لان لما بيتحط في التلاجة بيتخن. هنحطه في التلاجة كده اتعمل خلاص. هنحطه في التلاجة لمدة من ساعة ل3 ساعات. بعد كده هنفضيه في برطمان او علبة محكمة الغلق، وهنحطه في التلاجة زي ما اتفقنا. بعد كده هنعمل عصير الليمون. هنجيب 5 ليمونات، هنشيل منها البذر ونقطعها، وهنجيب 4 كوبايات مية ساقعة، وهنضربهم كويس جدا في الخلاط لمدة دقيقة لغاية ما الليمون يتضرب كويس. بعد كده هنصفيه عشان القشر ده بالشكل دوت العصير. بعد كده بقى هنعمل العصير اللي هو بقى خطير جدا جدا على الطريقة البرازيلية. لو جربتوه مش هتسيبوه، هتعملوه على طول. هنحط اللبن المكثف المحلى وهنضرب لمدة نص دقيقة بس. شايفين القوام؟ جميل جدا جدا. هنا بقى سر الطريقة البرازيلية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. جربوه وقولوا لي مين هيعمله كل يوم في الصيف. العصير كريمي ومنعش بطريقة غير طبيعية، والطعم حكاية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. مستنية رأيكم في التعليقات. مع السلامة.